تخيل لو أصوات الكون كلها اختفت، إيه اللي ممكن يحصل لروحك؟ جاهزين تغوصوا معايا في عالم النغمات والأصوات؟ دلوقتي هنبدأ مع بعض رحلة تسمعوا فيها الكون، تسمع نغمة الحياة وصوتك الدخيل. أنا إنجي الدهشان وده بودكاست تجلي السكون. أهلا وسهلا بيك أستاذ عبد الحليم. يلا نبدأ مع بعض. أول سؤال أستاذ عبد الحليم، خلينا نبدأ مع أصوات الكون نفسها. إحنا حوالينا آلاف من نغمات يوميا من المطر والرياح، إزاي الأصوات دي بقى ممكن تأثر على روحنا وإحساسنا؟ نعم، هو الكون له أصوات، لأن هو الكون لو صمت الكون من الأصوات، لأن الصوت هو الحياة، دليل الحياة. فأي شيء في الكون له صوت، صادر منه صوت، وهذا الصوت اللي صادر من أي شيء في الكون أيا كان المخلوق حتى لو الجماد، فهو صادر بصوت ويدل فيه الحياة. يبقى الصوت هو دليل الحياة، وهو صادر بنغمة بتناغم. يعني حضرتك عايز تقول لنا إن كل اللي في الكون ده تناغم؟ ده تناغم وقايم على التناغم، وإن الكون في لحظة ما فقد هذا التناغم تقوم القيامة. ليه بقى؟ لأن الكون مبني على نور إلهي، والنور الإلهي مبثوث في الكون عن طريق ترددات، وإحنا كبشر أو كخلق الله بنستقبل هذه الترددات، الطاقة النورانية العظمى، عن طريق ضبط الموجة بتاعتنا. بالظبط، يعني الموجة بتاعتنا لما تبقى مظبوطة ترددنا يبقى مظبوط. استقبل تردد، لأن الطاقة الإلهية بالنور الكوني عبارة عن ترددات صادرة بتردد حركة، فالحركة أنا ما أقدرش أستقبلها إلا بحركة برضو، إن أنا أضبط الموجة زي بالظبط الراديو. طب أضبط موجتي إزاي؟ أيوة، الراديو الإرسال موجود في الكون. إزاي أنا هستقبل الإرسال؟ إن جبت جهاز الراديو اللي هو جسدي أنا وضبطت الموجة. أنا أضبط الموجة إزاي؟ أيوة. إن ربنا سبحانه وتعالى اللي هي السلام النفسي. إزاي السلام النفسي أوجده؟ هو طبعا كل الأديان وكل الأخلاق وكل المعارف عايزة توصل الإنسان لسلامه النفسي عشان يقدر يستقبل طاقة الكون ويتناغم معاه. بس ده موضوع كبير جدا، سلامة النفس دي مش حاجة. لا بالظبط، هينة. لا مش هينة، هي موجودة فينا بالطبيعة، بس اللي يقدر برضو تاني يظبط الموجة. طب أنا عايز أظبط الموجة إزاي؟ إحنا فينا روح وفينا النفس. الروح من نور الله، والنفس هي المساحة الظلمانية ويحويهم الجسد. فلو أنا غلبت نور الروح جوه جسمي جوه جسدي اللي هو الوعاء على طاقة النفس اللي هي ما هيش طاقة نورانية، بيبدأ أضبط نغمة ده اللي بيحصل من تجلي السكون. ده تجلي السكون. لدرجة بقى في حد من أهل الله الكبار يقول إن في حاجة اسمها صوت السكون أو موسيقى السكون. ايه بقى موسيقى؟ موسيقى السكون اللي هي تناغم الخلق المخلوقات من غير تدخل الإنسان. بمعنى يعني حتى السيمفونيات العالمية زي موتزارت وبيتهوفن عبارة عن صوت الطبيعة أو صوت السكون أو صوت الصمت. فده سر من أسرار الإبداع، لأنه ربنا لما خلق الإنسان ومشي بالضبط تردده مع الله سبحانه وتعالى لما أراد الله منه، هيظبط نفسه ويبقى في سلام نفسي داخلي وسلام حتى مع القلب مع البشر. طب ممكن نقول الناس يقدروا ازاي يظبطوا الموجة دي بسلام نفسي ويتصلوا بالروح ويخلوا النفس تهدى؟ شايف السؤال قد ايه كبير؟ ده هو ده سر الكون وسر أزمة الكون دلوقتي، إن إحنا الناس ليه؟ لأن إحنا النفس لها متطلبات والروح لها متطلبات. النفس متطلبها مادي صرف ويقابلها في الجسم العقل، الروح لها نور صرف ويقابلها في الجسم القلب. فأنا لو هلبت عقلي ونفسي وبقيت كل متطلباتي مادية، فأنا بقيت في حالة يرثى لها، وهذا ما وصل إليه الكون. وذبذباتي بقى هتبقى مش متصلة بالضبط، لا منسجمة ولا متصلة، فبقت مفصولة. فسر السعادة في الكون إن طاقة نورنا أو طاقة روحنا هي اللي تعلى فينا عن طاقة النفس، وهي ده سر الدين وسر كل حاجة ربنا خلقها على هيئة الجمال، لأن ربنا سبحانه وتعالى أبدع الخلق على الجمال، هيئة الجمال. عشان كده إيه الموسيقى؟ ما الموسيقى هي تجلي بالجمال الإلهي ولكن بالسمع. جميل جدا، ده فعلا بيورينا أن كل حاجة حوالينا فيها موسيقى وغنى نفسي. نعم. دلوقتي هننتقل للسر التاني غامض موجود حوالينا طول الوقت. هل رقم 7 مجرد رقم ولا هو في سر في الكون؟ هو رقم 7 هو سر أسرار الكون.
ازاي؟ حتى في المتعارف بين الناس يقولوا 7، كل حاجة 7، السماوات 7، الأراضين 7، الأسبوع 7، البحار 7، القارات 7، طواف حوالين الكعبة 7، صفا المروة، صفا المروة 7، الميلاد ممكن يكون الحمل على 7. صح. فبالتالي في 7 دي ليها أصل في الأمر الإلهي، في أصل الخلق، في أصل تناغم الخلق اللي هو رب العزة سبحانه وتعالى أجمل صفاته وأسماؤه 99 في 7 صفات اسمها الصفات النفسية للحق. إيه هم ال7؟ اللي هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. دي صفات ربنا أجملها وأعطاها للإنسان كخليفة، فبقى 7 فينا أعطاها لنا الله من ال7، ودي ال7 المثاني اللي هي 7 إثنينيات اللي هي الفاتحة. عشان كده يتقال وذاك هي إيه الفاتحة؟ هي الاستفتاح على الوجود بالخلق بنور سيدنا النبي. يبقى إذن الفاتحة إن هي دي 7 مثاني، لأن هي إثنينيات، ال7 صفات النفسية التي أودعها الله في هذا الخليفة. فالله قادر وأنا قادر، الله عليم وأنا عليم، اداني العلم، بصير وأنا بصير، فادانا من صفاته. ليه؟ عشان أنا الخليفة. فهي دي الحاكم وأصل منشأ ال7. تبدأ بعدها كده 7 سماوات، وبعدين 7 أراضين. فالإنسان حتى في تكوينه في 7 اللي هو قايم كل أركانه على 7، اللي هو إيه؟ إنه هو لا يتناغم في حياته إلا ب7 نغمات صوتية و7 نغمات مشهودة في الألوان، اللي هو التناغم الكوني. ما أقدرش أدرك الجمال إلا من خلال ال7 دول، ال7 نغمات الصوتية. عشان كده أهل المعرفة أو أهل الذوق يعني يقولوا الأذن تعشق قبل العين أحيانا. ليه؟ لأن أنا ما أقدرش أدرك جمال الله لأن ما شفتوش، فما مش هدركه إلا بالسماع الصوتي بتناغم الموسيقى اللي هي للروح. الموسيقى ده مهم جدا في حياتي، هو السر كله. طب جاية منين ال7 نغمات في الموسيقى؟ عشان يكون كله قايم على ال7، إن هي الموسيقى عشان هي حتى موسيقى القرآن متنزلة من السماوات، من الحضرة العلية. القرآن عبد الحليم أنا آسف أقطع كلامك، بس حضرتك كل حوارك كلمة سر. الأسرار اللي احنا بنعرفها دي تفتح لنا إيه؟ يعني في كل كلمة في أولها سر. فإيه السر ورا السر؟ هو السر هو النور الإلهي لو أدركناه، سر ربنا فينا، اللي هي برضو إنها يمكن قبل كده في حلقات إن هو اعلموا أن فيكم رسول الله. يعني السر اعلموا أن فيكم رسول الله، فينا نور الله، فينا من نور الله، لأن هو متجلي علينا بنور. فالخلق ده نور لأن فيه روح الله، وروح الله هي النور المطلق. فأنا فيها نور الله وفيها روح الله، طب ما أنا عايز أتعامل بيها. فلما بيجي القرآن بيتنزل على حتى القارئ القرآن، بيتنزل له هو حتى لو بيقرأ معانا دلوقتي وبينزل له من السماوات. فدول ال7 سموات، ال7 ارتقاءات، فهذه ال7 نغمات. فإذا التناغم الصوتي في كلام قارئ القرآن أو حتى المغني، بس اللي يؤدي غنى غذاء للروح، مش هو ما هوش غذاء للغريزة وللنفس، بيبقى متناغم. عشان كده بتبقى هي الموسيقى غذاء الروح وغذاء العقل. فعلا رقم 7 ليه واقع خاص، وده هياخدنا لموضوع مهم حواليه جدل كبير. الجدل حول دولة التلاوة بالتحديد في لجنة التحكيم، عشان كان في خبير الأصوات والناس كتير اتكلمت عليه. حضرتك تعرف ايه كان السبب؟ ليه الجدال ده؟ هو السبب واضح قوي، لأن في ناس هي المعترضة إن يدخل المقامات الموسيقية على أهل تلاوة القرآن، وهم هنا يجهلوا إن في أمر عظيم، إن القرآن نفسه فيه المقامات الموسيقية. إزاي؟ لأن سيدنا النبي في الحديث الصحيح بيقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يعني هنا تغنى بقى لازم يصدر بصوت حسن. عشان كده حضرة سيدنا النبي قال استحسنوا أصوات يعني المؤذنين والمقرئين، وعشان كده سيدنا بلال كان من أحسن الأصوات، وعشان كده سيدنا النبي اختاره مؤذن فبيصدر صوت بنغمة في خاطب الروح. عشان كده سيدنا داود كان صاحب المزامير. إيه المزامير؟ اللي هو أجمل الأصوات وأرخم الأصوات. سيدنا النبي وهو في المدينة، بيمر في المدينة، فسمع حد بيتلو القرآن وفي حضور وتجلي إلهي في المكان، فسعرف إن ده سيدنا أبو موسى الأشعري، فنادى عليه فبيقول له يا أبا موسى
فظهر قال له ولو أعلم أنك يا رسول الله تسمعني لحبرته لك تحبيرا، يعني زود حسه أجمل. فسيدنا النبي قال إيه؟ نغمه أكتر. فسيدنا النبي قال إيه؟ لقد أوتي أبو موسى مزمار من مزامير أخي داود. إذا هنا القرآن في تلاوته هو في داخل المقامات اللي هي متنزلة من السماوات، فإذا المقام في داخل القرآن الموسيقى، بدليل أن أسيادنا المقرئين القدام زي عبد الباسط، الشيخ عبد الباسط، عبد الصمد رضوان الله عليهم جميعا، محمد رفعت، المنشاوي، الحصري، ما كانوش متعلمين مقامات موسيقية، صح، ولكن أدوا القرآن بإبداع كمال المقامات من موسيقى القرآن. طب إحنا ممكن نفرق ما بين نغمة والموسيقى ولا هو حاجة واحدة؟ هي النغمة هي عبارة إيه؟ الموسيقى بتصدر نغمات من المقامات، يبقى الموسيقى أصلا هي مقامات 7 فبتصدر نغمات. رجعنا تاني رقم 7 بالظبط، بتصدر نغمات. فهذه النغمات هي اللي بنحس بيها، لأن هي بتخاطب الروح، ما بتخاطبش الجسد، ما بتخاطبش النفس. عشان كده أنا بسمع القرآن بقلبي، ما بسمعوش بنفسي، لأن بينزل على قلبي على طول، يوم أرتاح. لما أسمع الموسيقى أرتاح. ولذلك من سر فساد الكون اللي هي طغيان الموسيقى اللي بتخاطب الغريزة، وبعدنا عن الموسيقى اللي تخاطب الروح اللي هي الموسيقى الراقية. هنا بقى نتكلم أو يثار اللي هو الإخوة اعترضوا بسببه أن الموسيقى حرام. يا عمي بنقول لهم يا سيدي الموسيقى مش حرام على الإطلاق، الحرام قيد فقط، الحرام مش مطلق. فكنت بتناقش مع حد قريب بقول له يبقى المسجد الحرام حرام ليه؟ ما أنا أدام كلمة حرام مطلق، ما هو اسم المسجد الحرام يعني يبقى حرام؟ لا، ده كلمة الحرام يعني هي القيد على إطلاق الحلال. يعني بمعنى أنا سكينة في إيدي أكل بيها حلال، لو والعياذ بالله استخدمتها في قتل أو شيء حرام. يبقى الحرام عبارة عن إيه؟ قيد على الشيء. ما هو الكون مش مطلق، الكون كله مبني على النقيض. ما هو النقيض بيجي منين؟ هنا بقى هم اعترضوا ليه؟ على حكاية دخول المقامات الموسيقية في القرآن في برنامج دولة التلاوة، لعدم إدراكهم حقيقة الموسيقى. الموسيقى مش خارجة من القرآن، ده القرآن قائم على الموسيقى. ولذلك عجبني مولانا الإمام الشعراوي رضوان الله عليه، كان له برنامج قديم مع طارق نور الله يرحمه اسمه من الألف للياء، فبيسأله بيقول له ما يطربك يا مولانا؟ ما يطربك يعني ايه اللي يخليك تطرب ويغذي روحك؟ فقال له يعني تسمع الاغاني؟ قال له لا اسمع، ولا اسمع ولكني لا اتسمع. يعني انا ماشي حد بيغني جه في وداني، ولكن اتسمع واطرب من موسيقى اللغه في القران الكريم. يبقى اذا موسيقى اللغه في القران هي سر من اسرار الله، مع رقم 7 بالتنزلات. ليه برضه؟ يبان ازاي؟ فمن المفارقات العجيبة معايا كنت مرشح أروح مأمورية دولية، فكان لازم أجيب لغتين وسريع، وعنديش أنا أتعلم بسرعة. فحد أشار علي أستاذ علم لغة قال لي نعلمك أو نشتغل عليك بصوتيات اللغة اللي هي الفوناتكس، بالموسيقى اللغة. ففعلا قرب عليا المسافة جدا، ولقيت أن أنا يعني جبت اللغة بسرعة جدا، لغتين. وأنا متزامن في اللحظة دي لقيت اتشرفت باستاذ دكتور قابلته، كنت ايامها بشتغل في شمال سيناء في العريش، فعرفت انه استاذ موسيقى اللغه العربيه في جامعه قناه السويس. الله، استاذ موسيقى اللغه العربيه، لغه لها لغه، ايوه، ولها موسيقى. العجيب عشان ربنا يثبت الواحد في حاجه، لقيت حد اهداني كتيب صغير، انسانه امريكيه اسمها مسمت نفسها مريم جميله. ايه قصتها باختصار؟ بتقول انا كنت عقائديه جدا وانا ما اعرفش اي اديان، ووالدها يعني يجيب لها كل حاجه حتى الاسطوانات زمان. فبيقول من ضمن الاسطوانات اللي جابها اسطوانه مش عارفه اللغه بتاعتها، فلقيت ان الموسيقى فيها جميله، فيها ابداع، هي اللي بتقول. فسالت صاحبها في الجامعه قالت له ايه الموسيقى دي؟ ايه اللغه دي؟ قال لها دي ام كلثوم، الله، من مصر بتغني كذا. هو فعلا حضرتك لما بنسمع مزيكا واحنا مش عارفين اللغه بتاعتها ايوه بننسجم، ايوه مش بنفهم هم بيقولوا ايه، بس بنحس هم بيقولوا ايه. تمام. ليه؟ هنا بقى مريم جميله اعلنت اسلامها بايه؟ بسماعها لموسيقى اغنيه. قالت ايه بقى السر هنا يبان؟ قالت ادم هذه الموسيقى بهذا الجمال يبقى اللغه بتاعتها جميله واجمل منها، لغه القرآن بالظبط. اذا كان الموسيقى هي لغه اللغه، عشان كده كل شيء في الكون بيصدر منه موسيقى.
طيب عايزة أسأل حضرتك سؤال مهم جدا يا أستاذ عبد الحليم. دلوقتي أنا لو الكون بيتكلم معي، بيصدر لي أصوات، بيصدر لي رسائل، أفهمها إزاي؟ يعني أفهم وتناغم مع الكون أنا إزاي كإنسان؟ بالظبط. لو أنا بطلت انشغل بالماديات شوية، مش هنقولها مش هنتشغل، ليه؟ لأن الماديات واخدانا فعفوا بخليانا زي ما يكون واحد ماشي مكب على وجهه، زي ما ربنا قال في القرآن. ما هو مش لازم كل الحياة مادة وأكل وشرب. امال فين زمان زي ما احنا عشنا حتى وتربينا، ان انا في وقت للراحه، في وقت للسكون، في وقت ان انا اسمع قرآن، في وقت ان انا اسمع موسيقى حقيقيه. انما دلوقتي كل ما بيسمع اولادنا للاسف هي موسيقى تخاطب الغريزه ولا تخاطب الروح. ده الذبذبات الموسيقيه اللي بتحصل دي مهمه جدا، لان هي ليها ترددات مش سليمه. التردد في الموسيقى من عظم امر الموسيقى ان هي بتتخلل العقل والروح. انا كنت لسه هقول لحضرتك ان هي ممكن تخلي عقلي وروحي مش منسجمين مع بعض خالص. وده اللي حصل. ولذلك وأقولها بوضوح، كان قبل افتتاح المتحف الكبير يوم 1/11 فعلا في حفلة موسيقية عملها جهة ما عملتها. الموسيقى بيصدر الموسيقى لدرجة كل اللي شافها علق عليها الموسيقى مؤثرة جدا، لدرجة ان هي بتعمل خلل في تكوين اللي حضر. فإذا هنا دي موسيقى بتردد مقصود لتغيير تكوين معين. يعني أنا لازم أخد بالي أنا بسمع إيه بالظبط، وأنا كمان رايحة فين والناس حواليا بتسمع إيه. ده كلام خطير جدا. بدليل تاني، هو إحنا لما عشنا هو إيه الغنى؟ إيه التغني؟ إيه الغنى؟ ما هو إحساسنا بالجمال الصوتي بالسماع، روح تروح. دلوقتي ما فيش جمال في كلمة، ما فيش جمال في كلمة. المغنيين مع احترامي يقولوا عليهم مش عارف اسمها إيه كده، مالناش دعوة. ليه انت بتخاطب فين؟ وكل كلامهم خطبة غريزة، مش ما فيش خطاب روح ابدا. ده الجيل ده طبعا، ولذلك هم معذورين ولازم التدخل. ولذلك انا عجبني السيد رئيس الجمهورية ربنا يعينه فعلا تدخل اخيرا في دراما رمضان. ايه الدراما؟ ما الدراما هي نوع من الفنون، والفنون لترقية الذوق والاخلاق والروح. فحط لهم ضوابط على قد ما قدر. قال لهم ما فيش في حاجه تخاطب غرايز، ما فيش اهانه المراه، ما فيش. اذا في ضوابط كان لازم نرجع لها. ليه؟ لان الاعلام هو اقوى اسلحه العصر، وهو المؤثر على مستوى الكون. الاعلام كل او معظم الاعلام بيشتغل بالموسيقى اللي هي المؤثره. ليه؟ عشان يقدر ياخد اللي عايز يجذبه له بطاقة سلبية، هيقدر يسيطر عليه ويقدر يملي عليه ما يريد. طب أرجع تاني للسر واخد الكلمة دي من حضرتك. تمام. إيه سر الموسيقى؟ سر الموسيقى لأن ربنا سبحانه وتعالى لما تجلى نور الحق في الأكوان بالظهور، اللي هي في بيت شعر يقول سيدي محمد عبده عثمان برهاني: جل الجمال يا نعم ما ظهر الجمال من العمى، جل الظهور وجل من يغشاه. إذا رب العزة عشان كان جماله أو نوره في عماء اللي هي في الحديث القدسي، فلما تجلى بالظهور عشان يخلق منه كل الخلق، فتخلق الخلق على هيئة تناغم كوني ما بين السماء والأرض والكائنات والإنسان. سر الكون هو التناغم الكوني، والتناغم هو لازم يكون موسيقى. عشان كده نلاقي الموسيقى 7 نغمات في الموسيقى مرتبطة بال7 ألوان اللي هي ألوان الطيف 7. ليه بقى؟ لأن أنا عايز أتنعم بالجمال، أشوف جمال. طب ربنا سبحانه وتعالى هنا بقى في سر هيقوله لنا تاني بعد لما عرفنا أو قلنا كده إن رب العزة أجمل أسماء وصفاته في 7، وده للإنسان أجمل أسماء وصفاته في 3 صفات أساسية. إيه هما؟ صفاته جمال، وصفاته جلال، وصفاته كمال. الله سبحانه وتعالى متجلي علينا ب3 صفات أساسية من الأسماء كاملة وصفاته الكاملة. صح. أجملت 3: صفاته جمال، وصفاته جلال، وصفاته كمال. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته على الإنسان عشان يعشقه فيه حبا وتوددا يتجلى عليه بالجمال. إيه هو الجمال؟ هو البسط، هو كل حاجة جميلة، اللقمة الجميلة، الروح الجميلة، الموسيقى الجميلة، كل شيء فيه، أي حاجة فيها جمال، أي حاجة فيها جمال، جمال اللون، جمال الطبيعة. فده نوع من تجليات الإله بالجمال. طب هل إحنا أدركنا؟ فهنا في حد بيحاول يبعدنا عن تجلي شعورنا وإحساسنا بالجمال.
اللي هو ايه. فادي مثال يعني حاجه حصلت معايا انا شخصيا. كنت رايح ماشي في طريق، فلقيت في جمال مهول من الورود بتنسيق جميل جدا، جميل، جمال رباني، جمال رباني. فانا وقفت نفسي، وقفت العربيه ورحت خارج، وقفت قعدت اقول من قلبي الله على الجمال. فشيء جوايا قال لي هذا ليس الجمال، هذا مظهر الجمال، فما بالك بالجميل نفسه الله أكبر، اللي خلق هذا الجمال. إذا حضرتك هنا بتقول لي إن إحنا لما نلاقي حاجة جميلة نبص عليها عشان ربنا يتجلى بجماله. ما هو هيحصل ازاي؟ الله يكرمك. هنا عشان هنا عفوا خلوا القبح هو اللي سائد في كل شيء. لا احنا عايزين نرجع الجمال. لازم ناخد بالنا قوي. ده سر من اسرار مصر الان حتى، لان ده شيء مقصود، شيء مقصود. بمعنى احنا لينا ثقافه ولينا حال ولينا امر وعشنا بيه طول عمرنا. الكلام ده كله جديد علينا. صح. احنا كجيل نعتبر شهود على العصر فعلا، ان احنا عشنا الجمال بالتجلي، بالموسيقى، بالجمال، بالبسط، بكل شيء، بالرحمه، بالموده. ده كل شيء يكاد يكون اتمنع. طب انا كده بشتغل ازاي؟ ده انا مش انسان. يبقى هم غيروا من كنا انسان. طب احنا نرجع بقى عشان نبقى انسان. ايوه. فعايزين نقول للناس خطوتين 3 بس كده يعرفوا ازاي يشوفوا الحاجه جميله ويعرفوا يحبوا. ان احنا هنا برضو كل واحد في نفسه، ولكن الامر عايز الحاله الجمعيه وعايز زي قرار. طب نبتدي خطوه بخطوه. اول حاله فرديه. حاله فرديه. اعمل ايه؟ نقول حاجه. هرجع برضو لحته عشان يعني ناخدها ونعملها. يعني مثلا انا وانا بستمع القران، اهو القران مكلفين بسماعه، مكلفين بقرايته، مكلفين نسمعه متنغم بنغمه متغنى. ليس منا من لم يتغنى بالقران. يبقى المقام اهو والموسيقى داخل القران. خلاص كده محدش يركبها جوه القران. يعني هنا الحرام عندك انت، انما عند الله الموسيقى في القران. فبالتالي هنا مولانا الامام الشعراوي كنت تشرفت بحضرته في اخر الايام، كنت عشت مع حضرته فتره طويله. فبيقول ايه؟ بيقول انا انتهيت من شرح المعاني في القران الكريم للدنيا، والمدد الجديد للدنيا روح المعاني. فبيشرحها عشان نعيش احنا. فقال ايه؟ لقيت سيدنا مولانا الامام الشعراوي عشان هو كان عالم لغه متمكن في اللغه العربيه وعالم لغه اصلا، فضبط مباني القران. فلما ضبط المبنى اظهر المعنى. ايه المعنى؟ ايه بقى؟ هو نور كلام الله. فاذا سيدنا الشعراوي وضح لنا نور من كلام الله لما ضبط المبنى. هنا بقى السر هيبان الثاني. المدد اللي الناس اللي احنا المفروض نستقبله روح المعنى. اتضح روح المعنى يمد في المغنى، يمد في المغنى اللي هو ليس منا من لم يتغنى. طب يا عم انت بتحرمنا ليه؟ وعايز تقول الموسيقى ليه مش موجوده؟ لا، ده احنا لازم نسمع القران متغنى. ليه ما اسمع متغنى؟ لو انا خدت المعنى النور الاول من الكلام مولانا او كلام العلماء لما يظهروا نور ربنا في الكلام، لما يجي اسمعه القران متغنى يدخل على قلبي، فيدخل جوايا انا نور على نور. عشان كده دولة التلاوة نجحت، ولازم كل الناس، ده مش بس المسلمين اللي سمعوها، ايوه، ده كل الاديان سمعوها وحسوا ان هو دخل في قلوبهم. لان القران كان بيطلع علينا على القلب. هو مدد نور الله، هو مش كلام. ده نور من ربنا نازل في كلام، مصاغ في الكلام، ولكن هو في حقيقته يحمل النور. لو سيدنا الشعراوي اظهره لنا. فعشان كده يجي لي النور الثاني ازاي؟ ان انا لازم اسمعه متغنى فيدخل على قلبي على طول. هنا في سر هيبان. ايه بقى؟ لو انا اتجمع لي روح المعنى وروح المعنى، ربنا يفتح لي حاجه اسمها سر المعنى اللي حضرتك بتسال عليها. يعني ايه برضه سر المعنى؟ لا يقوم يتفتح لي حاجه ربانيه ويجعلنا كلنا فيها حاجه اسمها شهود او حقيقه شهود. لا تحزن ان الله معنا. الله اكبر. شوف الموسيقى في روح المعنى بالنور يدخلنا في معية الله ومع سيدنا النبي اللي هي في حقيقة. يبقى كلام الله لا تحزن إن الله معنا مش كلام، ده حقيقة معية جاية من أصل المعنى. يعني إحنا ممكن نمشي بلا تحزن إن الله معنا في الحياة كلها. ده هو ده كل حاجة، ده خطاب إلهي، ده خطاب رباني. وبالتالي طالما الله معنا هنخاف من إيه؟ ولا حاجة خالص. طالما الله معنا وفينا هيحصل فساد في الكون؟ لا. يبقى إذن الفساد حاصل من إيه؟ إن في حد بفعل فاعل أراد يبعدنا عن النور، عن النور. لو حسيت إن الله معنا ماليش دعوة بالفساد. خلاص
ما هو ده الحال. ما هو لازم يكون في فساد، ما هو لو ما فيش فساد الكون ما يبقاش متوازن. بس الفساد له حدود، ما يبقاش بهذا الطغيان، لأن الكون طغى عليه الفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ما هو أنا أرجع أقول لحضرتك إن أنا لو ابتديت بنفسي وإن أنا عفيت نفسي عن إن أنا أكون جزء من الفساد، نفسي دي هتبقى مع بيتي مع أولادي وبعدين مع أصحابي، هيبقى مجتمع. ما هو ده حديث من النبي. حضرتك بتقولي حديث من النبي بالظبط. من عرف نفسه فقد عرف ربه، وابدأ بنفسك. ولذلك اتقالت كتير أهل الله يقولوا إيه، من اللي هو الحديث من عرف نفسه فقد عرف ربه، فبيقولوا إيه، وبالحب عرفت نفسي وبنفسي عرفت الله. ليه؟ لأن هو دخل في حال حب بحب. إنما إحنا عفوا الكون اتملى كره، كله بيكره بعضه، الأخ بدأ يكره، مش عارف ليه فين الرحمة، فين مودتنا؟ المفروض ابتدي بنفسي أول. بالظبط، هي كده، هو ده المطلوب. نحن فعلا نبدأ عليك بنفسك. حتى في حديث تاني حديث النبي في هذا الزمن اللي هو علامته اللي احنا شايفينها، عليك بنفسك. والحديث تاني يعلى تاني أكتر، وعليك بخويصة نفسك. يعني إيه؟ ابدأ بنفسك. ابدأ بنفسك، لأن أنا لو بدأت بنفسي وكل واحد بدأ بنفسه الكون يتغير. أيوة، لأن أنا هبقى مجموعة. وكمان في حاجة، ممكن واحد فرد يغير الكون، فرد. إزاي؟ بدليل حدث سن النبي صح، عشان حدث النبي الخاتم المرسل مغير كون صح طبعا. وإلى الكون في نور سن النبي. فاللي بيدخل على هذا القدم اللي هي أرجع أقولها في التجلي الصفات على العباد، لو ربنا تجلى علينا بجماله استشعرنا جمال الله حقيقة، يقولوا أهل الله أو بيحصل حقيقة إن الإنسان بيفنى عن فنائه يفنى، يتعشق في الجمال، لأن جمال الله متجلى عليه حقيقة، وحقيقة ظاهرة واضحة في الصوت، في الجمال، في الورد، في كل شيء حلو، في الطبيعة، في صوت المية، صوت البحر. ده السكون، ده اللي هو تجلي السكون، ده تجلي السكون، تجلي النور، تجلي المدد المباشر. فأنا لما في الحال ده حاجة أهل الله يقولوها بس هتبقى شديدة شوية، بس هنمشيها. يقولوا يلا ما جراش حاجة ما جراش حاجة. قالوا لو تجلى الله علينا بالجمال وأدركنا حقيقة جمال الله المتجلى علينا به، هيفنينا جمال ربنا عن أنفسنا، لأن الجمال ربنا أقوى مننا طبعا. صح كده؟ قال لك لو فناني عن نفسي يوم ربنا من رحمته يتجلى عليا بالجلال. إيه بقى التجلي الجلال؟ لا اسمها الجلال شدة. الجلال هو نوع من الشدة. فأي شيء الإنسان يتعرض إليه من مرض، من تعب، من أي حاجة، ده تجلي جلال، لأن كل اللي في الكون هو فعل الله ولا خارج عن أمر الله. طبعا. فبالتالي تجلي الجلال عبارة عن إيه؟ هي كل الشدة، عشان لو أنا استمريت في تجلي الجمال عليا هروح، مش هرجع. يعني هروح فين بقى؟ يقول عليهم بقى المجاذيب واللي ينجذب. إنما تجلي الجلال بيرجع الإنسان عشان يدرك طبيعة النور اللي فيه. حضرتك هنا وضحت لنا إن حتى الابتلاء اللي بيجي لنا ده خير، ده هو كل الخير اللي هي الآية. ربنا بيقول كده، كلام ربنا اهو، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الفتنة هي الابتلاء. طب ما ربنا بيقول أو الحديث بيقول أشد الناس ابتلاء الأنبياء، يبقى دي حاجة وحشة؟ لا. إذا الابتلاء مش بنفهم ده. لا، ما هو لازم نفهم. احنا بنحس ان احنا لا مش عقوبة، او احنا مش كويسين ونقعد نزعل ان احنا ليه حصل فينا كده. غصب عننا النفس برضه بتبقى إذا أحب الله عبدا ابتلاه، يبقى الابتلاء علامة حب الله. ليه هو الابتلاء عبارة عن ايه؟ متجلي الجمال، تجلي الجلال. وانا لو فهمت ده وسادة المشاهدين لو فهموا ده هيقولوا الحمد لله. ما طبعا، فهتعدي. هو ده اللي احنا فقدناه. وبعدين نيجي حتى الناس تتكلم فيه او حد يتكلم فيه في الاعلام او في حتى في الساده اهل الله، يعترضوا عليهم ومش عارف ده بدعه، ده يا عم خلاص انتوا خرجتوا الناس من حالها. لا موسيقى نافعه، موسيقى حرام، كلام في النور ربنا حرام، مش عارف زياره اهل النور والاضرحه حرام، انتوا خليتوا كل حاجه حرام. لذلك هم حتى يحقق في كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه. ما بيحرموا الحلال. بتحرم ليه؟ مين قال لك؟ مين أذنك؟ ده الحرام بين والحلال بين. إذا لا حرام ولا حلال إلا بنص، إلا بمراد إلهي. أنت مين قال لك تيجي تقول لي أصل الموسيقى حرام، أصل مش عارف الدخول ده حرام، بقيت خروج الست حرام، التعامل ليه؟ أنتوا خليتوا كل حاجة حرام في حرام. عشان كده حتى حياتهم نفسها بقت حرام.
بمعنى ايه؟ في التجهم وفي العدوانيه وفي اكل الناس. ما فيش عنده ابداع جمال خالص، ما عندوش حاسه جمال. هنا اقول لحضرتك بس لما ارجع تاني، لما ندرك تجلي الله علينا بجماله اللي هو الشكل الشده ايا كانت، حتى لو شوكه حتى حاطط سيدنا النبي، شوف من جمال سيدنا النبي يقول لو شاكت احدكم شوكه لاحسست بالمها في قلبي. يا حبيبي يا رسول الله، ايه مش فاهمين ليه؟ اذا الابتلاء مش حاجه وحشه، ده الابتلاء عشان ربنا يرقينا، يخلينا نستقبل المرحله اللي هقولها الجايه. طيب معلش انا هقاطع حضرتك كده دي واحده، انا عارفه انك ما بحبش حد يقاطعك. انا دلوقتي لما ابتلي بشيء وعد ده من عند الله. طيب انا عايزاه اعدي بقى المرحله دي، مش اقعد جوه الابتلاء واقعد مستسلمه. اعمل ايه؟ انا لازم استقبله بصبر وبجمال. هنا بقى الاستقبال، فصبر جميل. ربنا امرنا بكده. اذا الصبر، ليه هو الصبر او ليه امرنا ربنا بالصبر؟ والصبر نصف الايمان، وهو من 73 شعبه من شعب الايمان. لان الصبر على ابتلاء الله ده سر من اسرار العبد مع ربنا. الصابرين عشان كده يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ليه؟ هو انا صبرت مش عشان حاجه وحشه، عايز اقول لك إيه؟ اصبر وهتشوف هتنول، بس اصبر بقى من غير ضجر ومن غير تأفف. بالظبط. هنا في كتير صابر بتأفف، هو زي كده بقول لك كده هتصبر، رضيت او لم ترضى، كده صابر كده صابر، لان قضاء الله جاري عليك بجلاله. اذا اصبر عشان تنول اللي جاي، اصبر واستسلم عشان جاي لك حاجه تانية، عشان ربنا يتجلى عليك بالكمال. ما هو ان بعد العسر يسر، ده سر، هو ده سر الولايه وسر اهل الله على فكره. انما الناس خدت كلمتين، انا اصل الدين يا عمي الدين رحمه، اتصلنا بربنا جميل. بحس ان الدين حب، محبه، كله حب من الالف للياء. لان هو الايمان ايه؟ سيدنا النبي علمنا المحبه. هو لا ايمان لمن لا محبه له، ينتفي الايمان لو ما عنديش حب. طب ايه هو الحب برضه؟ ما الحب هو الجمال. ايه سر الحب؟ هو تزوج. اخد كلمه حضرتك برضه، ايه سر الحب؟ هو سر الحب ان ربنا هو اللي اودعه في قلوبنا. عشان ربنا في اول الخلق بيقول ايه في الحديث القدسي؟ لما رب العزه بيقول ايه؟ سيدنا النبي بيسالوه كان اين الله قبل الخلق؟ قال كان في عمى، لا فوق هواء ولا تحت هواء. فاراد الحق ان يعرف، فربنا بيقول في الحديث القدسي بقى كنت كنزا مخفيا فاحببت. الأحببت مش أردت، كلمة كبيرة يبقى هو واصلين عن أحببت أن أعرف، يعني مفاتيح أي حاجة هي الحق والبيت. بالظبط. أحببت لا لازم أقف عندها. أحببت هنكملها بين عشان نشوفها في الواقع إزاي. أحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني. يعني إيه برضو؟ يعني طبعا أنا أسفة إني هقول كده، بس يعني ده شيء رائع. ربنا خلق الخلق بالحب اللي هو ايه على فكره. حتى لو مره دكتور مصطفى محمود بيتكلم في حلقه عن قوه الجذب اللي هي العظمى في الاكوان، اللي هي عامله تناغم وتماسك الافلاك والمجرات، المتماسكه بقوه جذب. قوه جذب بالحب بقى. ما هو السر اهو، لو انفرط الجذب ده الكون ينتهي. يبقى ايه هو قوه الجذب؟ هي قوه الحب اللي اتخلقنا منه في الأصل. عشان كده ربنا بيقول إيه للملائكة لما ننزل نتدرج عشان نفهم ونعيش؟ فالملائكة لا مهم قوي إن احنا ننزل ونعيش واقعه. فربنا الملائكة بتقول لرب العزة أتخلق فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال يا ملائكتي إن أعلم ما لا تعلم. بالظبط. ده القرآن. في الحديث ربنا بيقول للملائكة القدسي يا ملائكتي دعوني وخلق لو خلقتموهم لرحمتموهم، يا ملائكتي لو لم يخطئ خلقي لخلقت خلقا غيرهم يخطئون فأتوب عليهم لأني أنا التواب الرحيم. لأن ربنا تواب رحيم قبل الخالق. صح طبعا. امال هيتوب ازاي؟ فلازم نخطئ. هنا بيقول لهم ايه بقى التكملة؟ فقال يا ملائكتي لو تاب إلي خلقي فأنا حبيبهم وإن عصوني فأنا طبيبهم. يبقى ايه الجمال ده؟ ايه الرحمه دي؟ وبعدين نخوف الناس من ربنا ويروحوا الجنه ويروحوا النار. يا عم الجنه نارك دي انت. عشان كده لما الحديث وصفهم اللي بيتكلم عن النار كتير ويخوف الناس ده اسمه كلاب جهنم. ده حديث صحيح. ليه كلاب جهنم؟ قالوا اهل المعرفه والمشاهده قال لان ده مش ما شافش الجنه فبكل كلامه عن النار. احنا بختنا عندنا سيدنا النبي ياخدنا ودخلنا على رب العالمين بالحب. اللي دخل الجنه في حديث عن حضرة سيدنا النبي ألا أن في الدنيا لجنة من لم يدركها لم يدخل جنة الآخرة. لا هقف بقى هنا.
الدنيا فيها جنة. فيها جنة. طب ازاي اعرف جنتي اللي في الارض؟ ايوه بالظبط، هيبان اهي. تعرف اتضح ايه بقى؟ ده كلام مهول مش حلو. معلش اصل مهم قوي ان انا اعيش في الدنيا واعرف انا جنتي في فين. الدنيا. انت عارفه جايه منين؟ او لو خدنا حديث النبي مش كلام، ده هي حقيقه بنعيش بيها ولازم ننفذها ونشوفها. فحضرتك بيقول ألا أن في الدنيا لجنة من لم يدركها لم يدرك جنة الآخرة. إيه هي بقى إزاي؟ إيه هي بقى؟ طب هدي كلام، مش في حديث بيقول الجنة تحت أقدام الأمهات؟ هو كلام ولا حقيقي؟ لا حقيقي. طب هي فين؟ طب فين؟ أنا عايز أشوفها. أنت عارف الحديث بقى، في حديث بقى يوضحها. فحديث سيدنا النبي قال والله الحديث بيقول كده: لأن الجنة والنار لأقرب لأحدكم من شراك عليه. يعني الجنة والنار قريبة مش هنا ولا هنا، ده أقرب من شراك النعل. طب إزاي؟ ما لازم نفهم ولازم نشوف. إذا مش كلام نظري ونقعد نحكي لغة عربية ونشرح معانيه. طبعا لا. أنا عايز أشوفه، عايز أحققه مظهر. اتضح إيه بقى؟ فين أبواب جهنم؟ قال والعياذ بالله أبواب جهنم 7، وأبواب الجنة 8، تزيد باب اللي هو باب الريان، باب الصائمين. طيب إيه هم ال7 أبواب جهنم؟ هي فوق؟ لا، في ناحية، في الإنسان. وده الحديث هو الأقرب إليك من شراك النعل. لا عايزين شرح بقى، توضيح واضح. إيه اللي بيدخل النار والعياذ بالله؟ فسيدنا النبي لما سيدنا معاذ بن جبل بيقول إيه: هل يكب الناس على مناخيرهم يوما في جهنم يوم القيامة إلا حصاد ألسنتين؟ مش ده لسان هو اللي بيودي النار؟ صح. مش كده؟ يبقى كل فعلي بكلامي يا يودي نار يا يودي جنة. لو هو بيجيب سيرة الناس وي ده نار. كلام مش مجرد كلام، نار. ده كلام نافس. طبعا. طيب لو أنا بقى أذكر ربنا وأسبح وأحمد ربنا وأتلو قرآن بالحساب وأقول خير بين الناس، يبقى عطر، يبقى جنة، يبقى رب الجنة، يبقى أفعال صدرة. يعني حضرتك عايز تقول أفعالنا هي جنتنا ونارنا. ما لا لسه هوضحها، هتوضح أكتر. هقول إزاي؟ أدي جاي. أول باب هنا عشان هم 7 خلاص. إذا اللسان يا إما هيدخلني والعياذ بالله نار يا إما يوديني جنة. هنا تاني باب اللي هو التلصص بالأنف، الريحة. لو أنا شميت ريحة حلوة وقلت الله على جمال ربنا في جماله، دي الحاسة الثالثة السادسة بالسبعة برضه مع الجمال الألوان وجمال الموسيقى، فالإنسان بيتعشق فبالريحة الجميلة اللي هي ريح الورد، ريح الجمال، وما أتلصصش ريحة مش من حقي. ده تاني باب. يبقى تاني باب. ثالث باب العين. لو أنا نظرت للمحارم تودي نار، ولو نظرت لجمال ربنا وللقرآن تودي الجنة. يعني أنا بإيدي بخش الجنة وبخش ما أنا ده لسه من هكمل عليك. ده مفتاح هنفتحه أهو. دي تالت. طيب تالت. رابع الأذن. لو أنا تنصت على الناس وسيرة الناس نار على طول، حرام. مش كده؟ طبعا. واستمعت موسيقى شيطان نار، حرام ونار. مش كده؟ لو استمعت القرآن جنة. يبقى أنا اللي بفتح وأقفل. يعني أدي 1 2 3 4. الإيد 5. الإيد لو أنا بطشت بيها تدخل فعل البطش، ده يدخل نار. صح. الفعل الخير دخل جنة. يبقى هو ده الباب أهو. ده خامس باب. ده خامس باب. السادس الرجلين. لو أنا سعيت في الخير أروح جنة، أفعال الخير بالسعي. ولو أنا سعيت للشر برجلية أروح النار. ده السابع الفرج والبطن. يعني إيه بقى؟ الفرج والبطن. الإنسان لو حفظ نفسه بدون محارم وبدون أي خطأ هيبقى في الجنة. لو عمل محارم وأكل حرام ووجه بغريزته للحرام يبقى نار. يبقى دول 7 أبواب. مش دول 7؟ سر رقم 7. هذا سر 7 ظهر تاني اهو، لأنه فينا في تكويننا. عشان كده بنتناغم معاه، مع السماء مع الأرض مع الموسيقى مع الألوان. إذن عشان أتناغم كمخلوق مع الله أتجلى عليه ربنا بجماله إزاي. فهنا بس هنبين حاجة في الأبواب 7. عشان كده حضر سيدنا النبي قال أبواب جهنم 7. ما عايزين بقى نشوفها في أبواب الجنة. ما هي دي أنا ممكن أقفل نار وأفتح جنة. يبقى هم 7 يا نار يا جنة. يا نار يا جنة. ده في تامن بقى. الجنة بقى. الجنة الصافية بقى. أيوه. هو باب الريان للصائمين. عشان كده سيدنا النبي قال إيه؟ عليه الصلاة والسلام: إن الصيام جنة، مش جنة، جنة. ليه بقى؟ إيه الصيام على الحقيقة؟ الصيام إحنا بنصوم عن الطعام والشراب بس. أعتقد الصيام هم 7 أبواب. أقفل ال7 أبواب. الله. يبقى مش عشان كده هو بقى مفتاح الجنة. ده مفتاح من سر مفاتيح الكون. هنا ال7 برضه فتح وقفل اهو.
هنا لما حد أيام سيدنا النبي كان بياكل وبعدين يجيب سيرة هذا فقال شتم هذا وسبح هذا ليس لك الله ليس حاجة بصيامك. ليه؟ لأنه قفل باب واحد الأكل والشرب، إنما بيتكلم عن الناس تلصص شاف بقى على السبعة دول إزاي عشان رمضان دخل علينا. أيوة الجميلة دخل علينا، نخش بقى رمضان وإحنا جاهزين. نقفل السبع أبواب، لا بص على حاجة حرام، ولا تلصص بحرام، ولا تحدث بحرام، ولا أسمع عن حاجة حرام، ولا مدي إيدي في حرام، ولا أسعى للحرام، ولا أعمل أكل حرام. إذا أنا لو قفلت الأبواب السبعة أنا في الجنة، هيتفتح لي الريان. وده حقيقة الصيام بقى. عشان كده سيدنا النبي ربنا بيقول في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أعتقد إن إحنا النهاردة كده طلعنا ب7 أبواب وآخرهم الثامن مفتوح الريان. هنا إيه برضو سر يبان؟ قالوا صيام العامة عن الطعام والشراب، ماشي كله بأكل وشرب يا عم خلي بالك، لأن الصيام الخاصة أهل الله شوية يقفل ال7 أبواب. في حاجة اسمها بقى صيام أهل الله عما دون الله، ما بيشوفش حد اللي ربه، ده حال عالي تاني. طبعا خلينا في ال7 اللي لازم يتقفلوا. أيوة دول مهمين جدا. أنا قفلت ال7. طب جاية منين السر؟ اتضح حاجة عجيبة برضه في أصل التكوين والخلق برضه. إزاي؟ فرب العزة سبحانه وتعالى لما خلق النفس من ذاته الشريفة أو النفس الكلية، وما خلقكم وما بعثكم إلا كنفس واحدة، فإيه النفس الكلية لما خلقها الحق وأظهرها أمام حضرته في أول خلق، وهذا حديث، فالحق بيسأل النفس بيقول لها من أنا ومن أنت؟ الحق بيسأل النفس في أول الخلق. قالت فألست ولا قبل؟ لا قبل ألست، لأن في النفس الكلية قبل التجزيء الأنفس، قبل اللي هي فتقال في الحديث القدسي. فرب العزة بيقول للنفس من أنا ومن أنت؟ قالت أنا أنت وأنت الله وأنا أنا، يعني ليها أنا أمام أنا الله. لا ده كلام كبير قوي. خرجت فربنا حطها في النار عشان أجيب سر الصيام، حطها في النار 100 سنة ورجع يسألها. ده حديث صحيح قدسي، حديث قدسي. فرجع يسألها بعد 100 سنة بيسألها من أنا ومن أنت؟ برضو مصرة أنا نفس جبارة. قالت له ربنا يكفينا شر. امين يا ايوه ربنا يكفينا شر انفسنا. عشان حضرتك واحنا بندردش قبل دفع حالك كلمنا عن النفس 7 أنفس الواحد ما بيقدرش عليها، بيحتسب فيها ربنا بيقول في حسبي الله ونعم الوكيل. لا انا بدعيها رب العالمين، انا بقول لها يا نفس استحلفتك بالله انك تحتاج يعني بحيلها بصراحه. مدرسه بس هيك عارف، في ناس مدرستهم هم ياخدوا النفس ويشدوا عليه، ومدرسه تانية ان هم يحايلوا النفس. هو طبعا هي ربنا جعلها كده، وهي دي من رحمه ربنا علينا، ودي رحمه سيدنا النبي فينا. سيدنا النبي حنون علينا طبعا بيترقى معانا وبيتدرج معانا عشان نفسنا تهدى. وحتى اهل الله في تربيتهم للمريدين هم بيربوا النفوس عشان تدخل في حضره القدوس، عشان تبقى في الروح. انا بلخص وبستحلفها بالله، ما يبقى خلاص هترجع عشان هي بعد كده اقول لها ماليش دعوه، انا بريئه منك، انا استحلفتك بالله. بصراحة يعني بحس إن هنرجع ليها بقى في منشأ الحديث عشان نبين الصيام و7 أبواب و7. فرب العزة لما فرض عليها العذاب 100 سنة ورجع يسألها في النار بعد النار، برضه لا زالت لها ذاتية أمامها. جبارة النفس. وضعها في الزمهرير اللي هي النار المعاكسة، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وضعها في الزمهرير 100 سنة ورجع يسألها، قالت أنا وأنت أنت. فرض عليها الصيام 100 سنة ورجع يسألها من أنا ومن أنت؟ قالت أنت الله ولا إله إلا أنت. لا إله إلا. يبقى ليه الصيام؟ لأن النفس عبارة عن إيه؟ ظهرت لنا هي ال7 أبواب، لو قفلناهم تبقى ما فيش نفس. يعني الصيام عن كل الأبواب دي اللي ممكن تدخلنا جهنم. ما هي دي أبواب الشهوات، ورغم كده هي بالشهوات نبلغ السماوات. حضرتك خلتنا طبعا، انا بالنسبه لي وريت كمان الساده المشاهدين يكونوا خدوا بالهم، خلتني عندي مفتاح ان كل ما اغلط افتكر ده باب يوديني جهنم. يعني لو كلمت كلام مش صح افتكر، لو شميت حاجه مش كويسه اروح قايمه مغيره الفتحه الشباك مدخله هوا مرشه حاجه عشان اشم حاجه كويسه فاخش الجنه. لو شفت حاجه كريهه
نعم. استغفر واقلب المحطه. نعم. لو سمعت حاجه حسيت ان ممكن تدخلني النار أبعد. استغفر على طول وابعد. نعم. لو ايديا عملت حاجه وتوديني جهنم استغفر واخش الجنه ومدها خير. وبعدين خطواتي لو مشيت في خطوات للنور، للمسجد، للخير، للمساعده. عملت حاجه برضو ما غصب عني ساعات ممكن اعملها مشوار مش ولا بد يعني استغفر وارجع منه. تمام. السبعه بقى انا نسيتها. السبعه الفرج والبطن، ان انا ما اكلش حرام ولا اعمل شهوه حرام. صح. بفضل الله. طيب انا دلوقتي خلاص معلش قبل ما ننقل افرض غصب عني انا اكلت حرام وانا ما اعرفش. هو هنا بقى القضيه هتبان. ما هو في حق ورحمه كبيره قوي، وهو سيدنا النبي الرحمه قال ايه؟ الوضوء. وجعلنا من الماء كل شيء. والوضوء نفسه، الوضوء يعني ايه كلمه وضوء؟ يعني اتوضا من الضوء، يعني استعد لاستقبال النور. نيه. يبقى مش ميه، انا بغتسل بنور. انا الله اكبر، لان الماء مصدره نور. لا ده النهارده الحلقه بتاعتنا كلها اسرار. يعني انا وانا بتوضى ما اسمع، عشان كده اسمه وضوء. يعني ايه كلمه وضوء؟ من التوضؤ، من الضوء، مش من الميه. ما اسمه توضؤ. ايه اللي بيعمل نتيجته نعرفها. اول ما اتوضا بيغسل عن كل اعضاء السبعه ما حصل. لا ده احنا طلعنا باسرار رهيبه النهارده. وده سر الوضوء. ده الوضوء من الاسرار العظمى. ليه؟ الناس فاكره مجرد اغتسل بالميه. لا ده اسمه وضوء. وضوء يعني ايه؟ يعني اتوضا. التوضؤ جاي من الضوء، يعني استقبل الضوء. يعني انا بتوضا بميه ولا بنور؟ الميه. عشان كده سيدنا النبي وصلنا ان احنا على طول اغلبيه الوقت ما متوضيين بس مش هنستغرب. ليه؟ الوضوء بيعمل حمايه ووقايه، وانا مجرد اتوضيت وعملت كل الافعال بالسبع ابواب تسقط عني فورا، وكأني اتولدت من جديد من الوضوء الواحد. من الوضوء الواحد. يبقى اذا في سر. اذا ده ديننا في رحمه، حتى في انسانيه الاديان. ما هو سيدنا علي ليه مقوله جميله يقول ايه؟ من لم يكن اخا لك في الدين فهو اخاك في الانسانيه. هو انسان. طب الانسان سابق عن دين، بمعنى ربنا خلق الانسان وبعدين نزل الدين، مش كده؟ صح. والاديان نزلت عشان تهذب، ترجع الانسان لانسانيته، لاخلاقه. هل انا بالدين احارب انسان؟ لا طبعا. واكفر انسان؟ لا طبعا. يبقى ده قله ادب مش دين. يبقى ملوش علاقه بالدين. ليه؟ انا في انسان ايا كان نوعه، ايا كان ماله مال دينه، هو انسان. هو مش معايا في الدين، فايا كان نوع ديني هو اخويا في الانسانيه. ما اتعامل معاه انسان. انسى الدين. ليه؟ لان الدين لما كانش يرقيني ويخليني كويس مع الانسان يبقى مش الدين، يبقى ده هو نفسك. والله يا استاذ عبد الحليم الحلقه دي النهارده كانت امتع ما يمكن. انا استفدت، وحضرتك خلتني اعرف ابواب السبع بتوعي عشان اخش باب الثامن، باب الجنه. انا بشكر حضرتك جدا على حضور حضرتك النهارده، وكانت حلقه ممتعه، واتمنى ان الساده المشاهدين كمان يكونوا استمتعوا معانا وعرفوا الاسرار بيبان السبعه، وان شاء الله كلنا نكون في الباب الثامن في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشكر حضرتك جدا على وجودك. أنا الشاكر لحضرتك ألف شكر، وربنا يجعله خالص وجه الله الكريم يا رب. ولا نبغي به إلا وجه الله يا رب إن شاء الله، ومحبة في كل أحبائنا في الكون يا رب إن شاء الله. آمين يا رب. شكرا لحضرتك. إن شاء الله يبقى في عندنا حلقات تانية وثالثة ورابعة يا رب. آمين. أنا بشكر حضراتكم.